لقد أصبحنا وحدنا أخيرا، أنا وأنت. أخيرا انفردت بك، وصرت أملكك وأملك عينيك في كل مرة تنظر فيها إلى كلماتي وتقرأ فيها سطوري. ستكون هذه هي آخر رواية تقرأها لي في حياتك، فأنا على شفا حفرة من الموت، ولم يتبقى لي في هذه الحياة إلا سويعات لا أدري عددها، لكنني أعرف أنها قليلة، وبرغم ذلك فهي كافية لأسقيك بما أريد أن أسقيك إياه من الحديث. قبل أن أبدأ أقول لك يجب أن تقرأ هذا الكتاب وتحرقه، فسيحاولون التخلص منه ومن كل من قرأه، كما فعلوا مع كل الكتب التي شابهته. لا تجزع، فقد تذكر كلماتي جيدا، ولو أنهم قتلوك بعد أن أعلمتك كلماتي هذه فستموت راضيا، ومن ذا الذي يحلم أن يموت راضيا في هذا العصر؟ فلا تجزع يا صديقي. من أنا وأين ولماذا وكيف؟ كلها أسئلة أعرف أنها تراودك، وربما تود أن ترمي هذا الكتاب الآن وتمضي إلى حياتك، ولكني أؤكد لك ليس هناك فارق بالنسبة لهم بين من اقتناه وقرأه ومن اقتناه ورماه في أقرب قمامة. إنهم يبيدون الجميع، لكن قد تكون لقارئه فرصة في النجاة. لا تنظر لي هكذا، فرغم أنني كاتبه إلا أنني ميت لا محالة، وسيقتحمون علي غرفتي هذه بعد قليل ويبيدونني من على وجه الأرض كأن لم أكن عليها يوما. لا تضع وقتي في الشرح والكلام الفارغ، ودعني أبدأ معك على الفور، فلم يعد هناك وقت نضيعه أنا وأنت. ستعرف في حديثي هذا أمورا، وستنكر أمورا أخرى، ستعجبك فيه أمورا وستكره أمورا، لكن دعني أخبرك بأمر هام. أنا لن أكذب عليك أبدا، أنا فقط سأخبرك بالحقيقة التي لم يخبرك إياها قبلي أحد. سأعلمك أسرارا لم يكن ينبغي على من مثلك معرفتها، ولو أنني كذبت عليك ما قتلوني، بل لا كافأوني واحتفوا بي كما يفعلون مع الجميع. أعرف أنك شخص ملول، إما أنك لست من هواة القراءة، وإما أنت من هواتها، لكنك لا تلقي بالا للكتب التي لا تزينها أسماء لكتاب كبار. لذلك وحتى أجعلك تقرأ كتابي هذا كاملا كما يجب أن تقرأه، ذكرت لك لعبة سنلعبها أنا وأنت، ولن يشاركنا فيها أحد. لعبة الأوراق، ليست أوراق البصرة ولا أوراق التاروت، بل هي أوراق من طراز آخر، طراز ملعون، وأهم شيء فيها الترتيب، فلو رتبت على غير ما أراد لها صانعها أن ترتب ستكون مجرد أوراق بلا قيمة. أما لو رتبت الترتيب الصحيح كما سنفعل بها أنا وأنت، فستفتح لك أبوابا من الأسرار لم يخبرك إياها أحد، ولن يخبرك إياها أحد. أسرار خطرة يقتل كل من يعرفها، ويحرق كل من يتعلمها ويعلمها. سألقي أمامك 13 مجموعة من الأوراق، كل مجموعة منها تحكي قصة وتحكي سرا يريدون أن يخفوه عن أمثالك، وسيلاحقونك لأنك عرفته. ولأنك شخص ملول وأنا أقدر هذا، فكل حكاية من تلك الحكايات 13 ستعرض لك بطريقة تختلف عن سابقتها. هل رأيت كيف أنني حريص على لفت نظرك؟ وليس هذا إلا لأن ما بقي لي في الحياة قليل، وأود ألا أضيع لحظة واحدة منها في شرود يشرده عقلك الملول. ولكن يمكنك أن تشرد كما يحلو لك بين كل حكاية وحكاية، لأنني سأثرثر قليلا، ورغم أنها ثرثرة مهمة جدا، إلا أنه لو كان لابد لك أن تشرد فلتشرد في هذه المساحة فقط ولا تتعدها. وكلما تقدمنا أنا وأنت في اللعب خطوة سأخبرك أكثر عن نفسي، ومن أين أتيت وكيف وصلت إليك، ومن هم الذين سيقتلونك ويحرقونك بعد أن يقتلوني ويحرقوني، وكيف تنجو بنفسك منهم. أما الآن فلن أخبرك سوى باسمي، أنا بوبي فرانك. أراك قد استنتجت من اسمي أنني أمريكي، هذا صحيح. في النهاية وقبل أن نبدأ أريد أن أنبهك إلى أمر هام،
لا تظن أنه يمكنك أن تقرأ هذا الكتاب على مرة واحدة في جلسة رائقة في مكانك المفضل. عليك أن تقرأ هذا الكتاب على 13 مرة حتى تستطيع استيعابه جيدا. والآن دعنا نبدأ لعبتنا التي لن أخبرك باسمها إلا فيما بعد. يكفيك الآن أن تعرف أنها لعبة أوراق لعينة. والآن فلتجلس أمامي في هدوء، ولتنظر إلى المجموعة الأولى من الأوراق التي سأضعها لك بالترتيب على الطاولة. أعرف أن النور الخافت الذي أستخدمه في غرفتي يسبب الصداع، لكن لا عليك، إنه ضروري. والآن فلنبدأ. لقد وضعت أمامك الآن 6 ورقات مقلوبة، وسأكشفها لك واحدة واحدة بالترتيب الصحيح المطلوب، الترتيب الذي سيحكي القصة الأولى ويكشف السر الأول. تابع معي. الورقة الأولى عليها صورة شيطان رجيم له قرنان ويبدو في أشد حالاته غضبا. الورقة الثانية هي ورقة السحر، سحر الأرض، وعليها صورة نور ينبثق من باطن الأرض محطما عدة صخور حوله. والثالثة هي ورقة سحر الهواء، وفيها رجل ساحر يلقي بتعويذة ما في الهواء. الورقة الرابعة هي ورقة القوة المطلقة، وعليها صورة قبضة رجل قوي يرتدي خاتما ذهبيا كبيرا. الورقة الخامسة عليها صورة أصنام وتبدو وكأن أحدهم قد حطمها. الورقة السادسة والأخيرة هي ورقة المطرقة، وعليها صورة رجل قوي حداد يمسك بمطرقة عظيمة ويلوح بها في غل. حتى وإن نسيت هذه الصور والأوراق الآن، فستومض في ذاكرتك بوضوح وأنا أتلو على مسامعك الحكاية الأولى والسر الأول.